في عالم الجرائم الغامضة توجد قضايا تبدو مستحيلة الحل، لدرجة تجعل المحققين يشكون في كل ما يعرفونه عن المنطق والأدلة. بدأت قصتنا في ليلة ممطرة عندما عاد الهدوء إلى المدينة بعد يوم طويل من العمل. في صباح اليوم التالي حاولت ليلى الاتصال بزوجها كريم المنصوري رجل الأعمال المعروف، لكنها لم تتلقى أي رد. ظنت في البداية أنه نائم أو مشغول، لكن بعد ساعات من المحاولات المتكررة بدأ القلق يتسلل إلى قلبها. اتصلت بحارس البناية وطلبت منه التحقق من الأمر. صعد الحارس إلى الشقة رقم 17 وطرق الباب عدة مرات دون جدوى، وعندما استخدم المفتاح الاحتياطي لفتح الباب اكتشف مشهدا صادما. كان كريم ممددا على أرض غرفة المعيشة بلا حراك، وإلى جانبه كوب قهوة مكسور. وصلت الشرطة بسرعة إلى المكان وبدأت التحقيق. كانت الشقة مغلقة من الداخل، والنوافذ كلها موصدة بإحكام، ولا توجد أي آثار اقتحام أو شجار. بدا الأمر وكأن الرجل مات وحده في ظروف غامضة. تولى المحقق سامر القضية وبدأ بجمع الأدلة. سرعان ما اكتشف أن الضحية كان يملك العديد من الأعداء. زوجته ليلى كانت تمر معه بخلافات مالية كبيرة، وشريكه في العمل فؤاد كان غاضبا منه بسبب خسارة ملايين الدولارات في مشروع فاشل. أما ابنه الوحيد آدم فكان يعيش حالة من التوتر مع والده بعدما قرر الأخير حرمانه من جزء كبير من الميراث. بدا أن لكل واحد منهم دافعا قويا، لكن المشكلة أن الجميع كانوا يملكون حجج غياب تبدو مقنعة. أثناء تفتيش الشقة لاحظ المحقق سامر أن ساعة الحائط توقفت عند 11:17 ليلا. لم يعر الأمر اهتماما كبيرا في البداية، لكن تقرير الطب الشرعي أكد لاحقا أن الوفاة حدثت تقريبا في الوقت نفسه. أثار ذلك فضوله، لكنه لم يجد تفسيرا واضحا للأمر. زاد الغموض عندما أظهرت كاميرات المراقبة أن أحدا لم يدخل أو يخرج من المبنى خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة. مرت الأيام دون أي تقدم حقيقي، وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن الجريمة المستحيلة. عاد المحقق سامر إلى الشقة مرات عديدة محاولا ملاحظة أي شيء فاته. وفي إحدى الزيارات سمع صوت احتكاك خفيف قادما من فتحة جهاز التكييف. اقترب أكثر وفتح الغطاء ليتفاجأ بوجود خيط نايلوني رفيع جدا مخبأ في الداخل. أمسك بالخيط وبدأ يتتبعه بعناية، وعندها بدأت الصورة تتضح أمامه. اكتشف أن آدم زار والده مساء يوم الحادث، ووفقا لشهادة أحد العاملين في المبنى فقد نشب بينهما شجار حاد قبل ساعات من الوفاة. لم يكن هناك دليل مباشر يربط آدم بالجريمة، لكن الخيط الموجود داخل التكييف كشف الخطة كاملة. كان آدم قد دس مادة سامة بطيئة المفعول في قهوة والده أثناء الزيارة، ثم غادر الشقة بشكل طبيعي. قبل مغادرته قام بتمرير خيط نايلوني عبر فتحة التكييف وربطه بساعة الحائط، وبعد أن غادر المبنى وانتظر في سطح بناية مجاورة سحب الخيط في الوقت الذي بدأ فيه السم يؤثر على الضحية. سقطت الساعة وتوقفت عند 11:17 في محاولة لإرباك المحققين ودفعهم للاعتقاد أن الوفاة حدثت في توقيت مختلف. ظن آدم أن خطته محكمة وأن أحدا لن يكتشف الأمر، لكنه نسي جزءا صغيرا من الخيط داخل التكييف. عندما واجهه المحقق سامر بالأدلة انهار تماما واعترف بكل شيء. قال إنه شعر بالخيانة بعدما قرر والده حرمانه من الميراث، وأن الغضب أعماه عن عواقب أفعاله. انتهت القضية بإلقاء القبض عليه، وتحولت قصة الشقة رقم 17 إلى واحدة من أشهر الجرائم الغامضة التي شهدتها المدينة. لكن السؤال الذي بقي يتردد بين الناس هو: لو كنتم مكان المحقق سامر، هل كنتم ستلاحظون ذلك الخيط الصغير الذي كشف الحقيقة كلها؟